فهمنا والناس انا نحب نرجع اللي الناس اللي قالوا له ويحبوا يعاقبوهم نعاودوا نقول لهم ما يخافوش، نحن معاكم وما نسيبوكمش، واللي جاوا واللي ما ينجموش يهبطوا خايفين من عرفاتهم مرحبا بهم، يهبطوا نحن معاهم وما نسلموش فيهم، كلنا ما نسلموش فيهم. وهذه رساله لهم هما اللي الناس قاعدين ورا بيرواتهم خايفين، ماناش فاهمين نحن فاش نحكيو في حمايه السلك وفي مصالح نتاع السلك، والناس قاعده في بيرواتها مصالح دوله، اذا كان السلك هذا ما يتصلحش وما يكونش فيه اصلاح كبير راهي الدوله ما تتصلحش. رانا نحن نحبوا على مصلحه البلاد، ومصلحه البلاد مش يلزمنا كل شيء نقولوا راهو لاباس راهو كل شيء باهي ونسكتوا ونخبيو، يلزمنا نبلغوا صوت المسؤولين باش تعرف المسؤولين يلزمها تحل ملف نتاع الديوانه، يلزموا يتحل ملف الديوانه وتشوف فيه شنو اللي يلزموا يتصلح، وعندنا اراء نتاعنا نجموا نبلغوها نحن، والاراء نتاعنا ديما نقولوا لهم راهو بالحوار، نحن ماناش نفرضوا في الاراء نتاعنا، نحن بالحوار وعندنا اراء وعندنا طاقات شابه برشا سواء من الضباط ولا من ضباط الصف اللي مهمشين وما خذاوش الحظ نتاعهم، وفي الاداره ما عطاوهمش الحظ نتاعهم، والناس مهمشه، يلزم كل شيء يتبدل، واللي طالبينه مش 4 من الناس تحكم في الاداره، مش مجموعة كبيرة من اللي كادر سواء في الضباط ولا ضباط الصف، يلزم الناس كل تاخذ فرصتها، مش فما 1000 ولا أكثر اللي ما خلاوش حتى فرصتهم حتى نهار، يلزم الإدارة تتبدل، ويلزم الناس كل تاخذ فرصتها، ويلزم الناس كل عندها حقوقها في الإدارة هذه وعندها واجباتها تقوم بها، ويلزم كل شيء يتبدل، اللي 4 من الناس برك تحكم في الإدارة وفاه ما عادش باش نقبلوه. الرائد محمد غضبان رئيس المكتب التنفيذي نقابة عوان الديوان. سيد الرائد لو تعطينا فحوى الوقفة الاحتجاجية. هذه الوقفات الاحتجاجية بدينا فيها من البارح تتمثل فيما تعرض له زملائنا في كامل تراب الجمهورية تقريبا من الاعتداءات لفظية وجسدية، وصلت إلى حد احتجاز دورية في منطقة الصخيرات. في منطقة الصخيرات التابعة للحرس الديواني بقفصة، بلغنا صوتنا من قبل إلى الإدارة العامة، وعدونا باش يشوفوا مع السلطات، لكن ما فماش حتى تجاوب، لقينا الاعتداءات تعدات وكثرت وتكاثرت. فقرر المكتب التنفيذي بالتشاور مع القاعدة متاعنا القيام بوقفات احتجاجية بداية من البارح تواصلنا إلى يوم الخميس الغدوة إن شاء الله. في الفحوى الاحتجاجات هذه نحب نبلغوا للسلطة، ومع العلم اللي مش اضراب، راه المكاتب كل تخدم والناس كل تخدم، وماهوش اضراب، هو وقفة احتجاجية. وقفة احتجاجية باش نبلغوا للسلطة المطالب نتاعنا، واللي صاير هذا كله مش معقول، معناها الناس تحب تخدم، الاعتداءات هذه كي تتكرر تحط من عزيمة الديوانة وتثبت معناتها العزايم نتاعهم وتخلي الناس ما عادش تخدم. نحن نحب نبلغوا يلزم يكون فما إصلاح في التشريع في القوانين في كل شيء. ما لقيتوش تجاوب؟ والله فما ديزيكو ما نكذبش عليك، فما معناها اللي فما ان شاء الله اليوم معناها عندنا هكا معلومات معناها ماهيش رسمي، معناها عندنا ديزيكو اللي فما تجاوب اليوم ان شاء الله فما حاجه باهيه. حسب رايكم شنو هي المطالب السريعه بالطبع؟ فما مطالب في على مدى القوانين، تطبيق القوانين، توفير الاليات كان لازم توفر الديواني باش يخدم، توفر له اليات، توفر له ماتريال باش يخدم به باش ينجم يقوم به. تحدثت عن حمايه عون الديوان. عون الديوان هذا هي تتمثل، مش حمايه باش يجيب الواحد يعس عليه، هو ينجم يخدم ويعس على روحه، اما كي ما توفر له انت حتى شيء لا ماتريال لا حتى شيء كيفاش ما ينجمش يقوم بالمهام تاعو. معناها تتمثل في الحكايه هذيا معناها الاليات، مش معناها راك تعطيه فرد في دوريه مسدس معناها راهو هذاك حميته. نحن ما نستعملوش مع اولاد بلادنا، ما نستعملوش الكرتوش وهالحكايه بالرغم من الاعتداءات والتجاوزات. يلزم توفر وتكون حمايه ساعه تفعيل القوانين اللي تجريم الاعتداء على مقرات وكل يلزم تتجرم في القانون، معناها تتجرم. واللي يقوم باعتداء مش اليوم يقوم باعتداء من غدوه تلقاه يرجع في نفس المكان، معناها تلقاه قدام الاداره نتاع الديوانه قدام مقر الفرقه. اللي يقوم باعتداء
يتحال على النيابه ويتحاكم يطبق عليه القانون، مش معناه يتسيب في نهار ولا ما يصير له حتى شيء ولا ما يتوقفش بكره. هذا شنو اللي طالبين؟ توفير سامحني، توفير الاليات وتوفير اليات الماتريال، فهمتني؟ معناها وفي قروان اللي صار كونه الدوريه نتاع الحرس الديوانيه احبطت عمليه تهريب، تلموا المواطنين قدام مركز تاع الحرس الديواني